أهلا وسهلا بكم أبنائي وبناتي الطلاب في المراجعة النهائية للصف الأول الثانوي التجاري. النهاردة هنراجع على أهم النقاط في الترم الأول لمنهج الصف الأول التجاري وأهم الأسئلة وطريقة حلها. أما بالنسبة للتدريبات والأسئلة فللأسف مش هقدر أعملهم في الفيديو لأن مساحتهم هيبقى كبيرة جدا والفيديو هيعدي 3 ساعات. أتمنى إن الشرح تستفادوا منه. كان عندنا أول حاجة في المنهج names and titles، الأسماء والألقاب. فأهم حاجة لازم أكون عارفها إن كلمة تايتل لقب، first name الاسم الأول، surname اسم العائلة أو الاسم الأخير. طب إزاي؟ لما أجي أقول مستر أحمد مصطفى القاضي اللقب هيكون مستر، first name اللي هو الاسم الأول هيكون أحمد، surname هيبقى آخر اسم اللي هو القاضي، يبقى أحمد مصطفى القاضي الفيرست نيم أحمد والسورنيم القاضي. لازم نبقى عارفين الألقاب. فأول لقب عندنا مستر، مستر اللي هي مقصود بيها سيد. طب أنا في الامتحان هعرف منين إن ده مستر؟ من كلمة مان أو من اسم راجل، يعني لو شفت اسم راجل أو كلمة مان يبقى الإجابة مستر. مسز يعني مدام. طب أنا هعرف منين إنها مدام؟ لما ألاقي في السؤال كلمة married woman أو got children. married woman أو got children مرأة متزوجة أو عندها أطفال. miss يعني آنسة، هعرف منين إنها آنسة؟ لما ألاقي كلمة single. ms اللي هي لا نعرف متزوجة أو ليه، يعني مش عارفين متجوزة ولا لأ، فهنعرفها من السؤال هيكون مكتوب فيه don't know، لا نعلم. طالما لا نعلم يبقى الإجابة ms. كان عندنا تاني حاجة الرموز والعمليات الحسابية. بلس زائد، ماينس ناقص، تايمز في، divided by مقسوم على، point الكسر العشري، equals يساوي، percent في المية. طب عشان أقدر أستخدم العلامات دي لازم أبقى حافظ الأرقام. الأرقام 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. يبقى كده الأرقام من 1 ل 12 والناس كلها عارفة الأرقام من 1 ل 12 ومفيش لخبطة. طب اللخبطة منين؟ بعد ال 12 من 13 ل 19 لازم نبقى عارفين إن من 13 ل 19 العدد زائد تين. إزاي يا مستر؟ 13 14 15 16 17 18 19. يبقى من 13 ل 19 آخرهم تين. طب من 20 ل 90 آخرهم تي واي. 20 30 40 50 60 70 80 90. يبقى أنا عندي مش لازم أتلخبط، كل اللي هفتكره من 13 ل 19 آخرهم تين، من 20 ل 90 آخرهم تي واي. طب لو حبيت أقول 21 ببتدي بالعشرات، 20 يعني 20، 1 يعني 1، يبقى 21 21. طب عاوز أقول 25 يبقى 25. عاوز أقول 30 30. عاوز أقول 35 يبقى 35. طب هنا السؤال هيجي إزاي على الأرقام؟ هيجي يكتب لي 5 بلس 5، 5 بلس 5، 5 يعني 5 بلس يعني زائد، 5 يعني 5، 5 زائد 5 بكام؟ تبقى 10 10. أو ممكن يعملها بالعكس 5 نقط 5 equals 10، 5 نقط 5 بيساوي 10. يبقى أنا عملت عملية الجمع، يبقى الإجابة بلس زائد. بعد كده كان عندنا verb to be.
verb to be بيكون من am is or. verb to be بيكون من am is or. I مع am. he و she و it مع is. we you they مع are. يبقى أنا عندي verb to be بيتكون من am و is و are. I مع am. he و she و it مع is. we you they مع are. فبقول I am Egyptian. أنا أكون مصري. he is British. هو يكون بريطاني. they are French. هم يكونوا فرنسيين. present simple tense زمن المضارع البسيط. لازم نعرف إن أهم حاجة في كل زمن كلماته الدالة. طب ليه؟ أنا عندي الجرامر عامة بيجي في سؤال اختر choose the correct answer، وعندي أزمنة كتير، فعشان أقدر أفرق ما بين الأزمنة في الامتحان لازم أبقى حافظ الكلمات الدالة. طب كلمات الدالة بتاعت المضارع البسيط الناس معايا often sometimes usually always generally ever never every seldom rarely. مرة كمان often sometimes usually always generally ever never every seldom rarely. دي الكلمات اللي على مضارع بسيط. لما اشوف اي كلمة منهم في الجملة يبقى ده زمن المضارع بسيط. طب لما اعرف ان هو مضارع بسيط اعمل ايه؟ اذا كان فاعل الجملة مفرد بياخد الفعل اس. يعني لو اول كلمة في الجملة اللي هي فاعل مفرد الفعل اللي هو تاني كلمة بيبقى بياخد اس. طب مفرد اللي هو ايه؟ he she it. he هو، she هي، it لغير العاقل، التلاتة مفرد. فهنا مثال سواء جت أول كلمة أحمد أو هي الاتنين كده مفرد، الفعل جه مضاف له اس أو أحمد drives a bus، يبقى أحمد عشان مفرد خدت drives، الفعل مضاف له اس. طب النفي بتاع المفرد لما اجي انفي جملة أولها كلمة مفرد doesn't، يبقى he و she و it في النفي بياخدوا doesn't، وبعد doesn't بيجي الفعل في المصدر. يعني ايه فعل في المصدر؟ بدون أي إضافات. طب عاوزين مثال he studies English well. he studies English well. هي عشان مفرد studies جت مضاف لها اس، بعد كده كملنا الجملة. طب لما جينا ننفي he مفرد خدنا doesn't بعد كده study في المصدر، جه الفعل فين؟ في المصدر. طب ليه جه الفعل جه في المصدر؟ عشان جت قبليه doesn't already سرقت الاس، فخلاص يبقى he doesn't study. طالما في doesn't بيجي بعدها فعل في المصدر. طب لو فاعل الجملة جمع أو الضمير I، يعني لو أول كلمة في الجملة جمع أو الضمير I بيجي بعدها فعل في المصدر. طب جمع اللي هو إيه؟ I we you they. I we you they. فهنا قلنا they go to school عشان في they خدنا go في المصدر بدون أي إضافات. أو students اخرها اس في اول كلمه جت اهي جمع، جه بعدها جو الفعل فين؟ في المصدر. طب النفي بتاع الجمع بدونت، وبعد دونت بيجي فعل في المصدر. ندي مثال I go to school early. انا اذهب الى المدرسه مبكرا. I قلنا بيجي بعدها فعل في المصدر فخدت جو. طب لما جينا ننفيها I don't go to school early. أنا لا أذهب إلى المدرسة مبكرا. I يجي بعدها don't وبعدها الفعل في المصدر. يبقى ملخص الزمن ده أول حاجة ببص على الكلمة الدالة، اللي هي الكلمة دالة بتدل على مضارع بسيط، ببص على أول كلمة. أول كلمة مفرد يبقى الكلمة التانية اس. أول كلمة جمع يبقى الكلمة التانية فعل في المصدر. فعل في المصدر يعني بدون أي إضافات. ونركز برضو إن دو
does أو don't doesn't بيجي بعدهم الفعل في المصدر بدون أي إضافات. بعد كده عندنا زمن المضارع المستمر present continuous tense. زمن المضارع المستمر بيتكون من am is are زائد الفعل مضاف له ing. طبعا خدنا verb to be قبل كده، فهنقول ان I بتاخد am، he و she و it المفرد بياخد is، we you they الجمع بياخدوا are، و am و is و are بياخدوا الفعل مضاف له ing. طب انا في الامتحان هفرق ما بينه وبين المضارع البسيط ازاي؟ قلنا بنفرق الازمنه بالكلمات الداله. فالكلمات الداله عندي هنا اهوت في زمن المضارع المستمر look listen now at this moment at present. يعني التاني look listen now at this moment at present. يبقى اي كلمه من الكلمات دي اول ما الاقيها يبقى ده مضارع مستمر، وطالما مضارع مستمر يبقى am is are والفعل مضاف له ing. عندنا هنا الأمثلة he is watching TV now هو يشاهد التلفزيون الآن. عشان في now بصينا على أول كلمة لقينا هي بتاخد is و is بيجي بعدها الفعل مضاف له ing. طب الجملة التانية بدأنا الجملة بار، معنى كده إن am و is و are سواء جم في نص الجملة أو جم في أول الجملة كسؤال لازم الفعل برضه يبقى مضاف له ing. فهنا are they watching TV؟ are they watching TV؟ الفعل جه مضاف له ing. بعد كده معانا الضمائر. وعندنا هنا هو في نوعين من الضمائر. ضمائر الفاعل ودي مكانها في بداية الجملة ويجي بعدها فعل. I أنا، you أنت أو أنتم، he هو، she هي، it لغير العاقل، we نحن، they هم. يبقى ضمائر الفاعل I we you they he she it مكانهم في أول الجملة. الملكية my your his her its our their ودول مكانهم قبل الشيء المملوك. يبقى لازم الحاجة اللي هقول ملكيتها لازم تيجي بعد الضمير ده. فعاوز اعرف ان I انا ضمير الملكية بتاعها my، يبقى I بتبقى my، فلازم احفظهم بالترتيب بتاعهم وكل ضمير فاعل ايه ضمير الملكية بتاعه. فالناس معايا I my book، you your book، he his book، she her book، its tail، we our book، they their book. فأنا كده عرفت إن I بتبقى my، you بتبقى your، he بتبقى his، she her، its we our they their. هنا أمثلة I am منى أو my name is منى. I am منى أنا أكون منى، لكن my name is منى اسمي يكون منى. عندنا الحروف بتتقسم لنصين، حروف متحركة وحروف ساكنة. الحروف المتحركة 5 حروف A I O U E. الحروف المتحركة A I O U E 5. طب الحروف الساكنة هي كل الحروف ما عدا المتحرك، يعني بقية الحروف كلها ساكنة. هنعرف نحتاجها فين دلوقتي لما ياخد countable and uncountable المعدود وغير المعدود. عندنا A و N أدوات النكرة A و N. A لو حرف ال A بتيجي مع الكلمة اللي أولها حرف ساكن
تيجي مع الكلمة اللي أولها حرف ساكن اللي هي كل الحروف ما عدا المتحرك. ما أقول a boy، boy أولها بي والبي حرف ساكن. a girl، girl أولها جي وده حرف ساكن فخدت لكن بتيجي مع الكلمة اللي أولها حرف متحرك. an egg عشان egg أولها متحرك. an orange برتقانة عشان orange أولها ده بحرف متحرك خدت an. بعد كده عندنا ذا، أداة معرفة. ذا بتيجي مع الكلمة المعلومة. يعني إيه؟ تيجي مع حاجة الناس كلها عارفاها. لما أجي أقول مثلا ذا زو حديقة الحيوان، الناس كلها عارفة حديقة الحيوان. ذا بيراميد أو ذا جيزة بيراميد أهرامات الجيزة، الناس كلها عارفة أهرامات الجيزة. ذا كايرو تاور برج القاهرة، برضو الناس كلها عارفة برج القاهرة. يبقى ذا بتيجي مع الحاجة المعلومة أو معروفة. some يعني بعض بتيجي مع الجملة المثبتة. any يعني أي بتيجي مع الجملة المنفية. بعد كده عندنا how many للسؤال عن العدد وبيجي مع الحاجة معدودة. how much تيجي السؤال عن الكمية ودي مع الحاجة غير معدودة. طب ازاي؟ لما اقول how much tea الشاي ما بيتعدش فخدت how much. لكن هنا how many cups of tea عشان هنا حطيت cups فناجين يعني حطيت مكيال للشاي فبيتعدى. طب نقولها بطريقة تانية، how much بتيجي بعديها الكلمة اللي ما بتتعدش واللي ما بيتعدش ما بيتحطلوش اس فتي اهي خدت how much. لكن how many لازم يجي بعدها الكلمة جمع، الكلمة اللي بعديها لازم يكون فيها اس. يبقى أنا لقيت نقط وبعديها كلمة بدون اس يبقى how much، نقط وبعديها كلمة فيها اس يبقى how many. عاوزين نعرف إن كل وسائل المواصلات بتاخد حرف جر باي. كل وسائل المواصلات بتاخد حرف جر باي. يبقى باي كار، باي باص، باي ترين، باي توك توك. لكن بتاخد اون لو جه قبلها او ذا. فعندنا هنا الامثله باي كار، باي باص. لما حطينا قبل كار بقت اون ا كار او اون ا باص. بعد كده عندنا التحيات ودول بيجوا لنا في محادثه. good morning، good afternoon، good evening، hi، hello. التحيات دي كلها لما الاقيها في محادثه برد بنفس الرد. how are you بيترد عليها I am fine thanks. how do you do بيترد عليها ب how do you do. طب ايه الفرق بين الاثنين؟ how are you how do you do اللي هو كيف حالك. how are you شخص انا اعرفه من قبل كده فبيرد عليه I'm fine thanks. لكن how do you do شخص بقابله لأول مرة، فلما بقول للشخص اللي بقابله لأول مرة how do you do بيرد عليا يقول لي how. بعد كده عندنا التعريفات. advertising الدعاية والإعلان is telling everyone about products and services هي أخبار الجميع عن المنتجات والخدمات. تيجي في الامتحان بيديني الجملة وأنا بكتب التعريف. banking عمل البنوك اللي هو looking after people's money and lending money هو الاعتناء بأموال الناس وتسليف النقود. farming الزراعة is producing food هي إنتاج الطعام. manufacturing التصنيع is making things هي صناعة الأشياء. mining التعدين is getting minerals from under the ground هو استخراج المعادن من باطن الأرض. shipbuilding صناعة السفن is making ships
هي صناعة السفن. بعد كده عندنا الوقت والسؤال عن الوقت. السؤال عن الوقت what is the time أو what time is it. لما أجي أجاوب عليها لازم أبقى حافظ 4 كلمات رئيسية. quarter ربع، half نص، past هي حرف الواو لما أجي أقول وي، to إلا. فلما أجي أقول الساعة في طريقتين. 3:30 مثلا قلنا it's 3:30 قلنا الساعة وبعد كده الدقايق على طول مباشرة بدون فواصل. 3:30 يبقى 3:30. 3:30 اللي هي 3:30. بس الطريقة دي ما بتجيش كتير في الامتحان. طب الطريقة اللي بتيجي في الامتحان 3:30 دي ببتدي بالدقايق الأول. احنا اتفقنا إن نص يعني هاف، فهقول it's half. طب وي يعني ايه؟ باست، يبقى it's half past. 3 يعني ايه؟ 3، يبقى it's half past 3. طب عاوز اقول 3:10. 10 يعني 10، وي يعني باست، 3 يعني 3 يبقى 10 past 3. عاوز اقول 23 دقيقة يبقى 20 past 3. يبقى انا لما اجي اقول الساعة ببتدي بالدقايق وبعد كده الساعات. طب هنا 3:45 يعني 4:15. الدقايق هنا ربع يبقى كوارتر. احنا قلنا ايه؟ 4 إلا ربع، فقلنا كوارتر. 2 يعني إلا 4 يبقى 4 إلا ربع. بعد كده عندنا ordinal numbers الأرقام الترتيبية. first الأول، second التاني، third التالت، fourth الرابع، fifth الخامس. عندنا من 4 ل 19 آخرهم th. طب هنحتاج الأرقام الترتيبية في إيه؟ هنعرف دلوقتي لما نقول شهور السنة. شهور السنة عندي January February March April May June July August September October November December. نعيد مرة كمان January February March April May June July August September October نوفمبر ديسمبر. دي شهور السنة ولازم نحفظها بالترتيب، ولازم نحفظ الكلمات دي عشان مهمة. after بعد، before قبل، comes يأتي، day يوم، week أسبوع، month شهر، year سنة. يعني تاني after بعد، before قبل، comes يأتي، day يوم، week أسبوع، month شهر، year سنة. بيجي عندنا يقول لي January اللي هو يناير comes before يعني يناير بيجي قبل. January comes before اللي هو يناير يأتي قبل. يناير بيجي قبل ايه؟ بيجي قبل فبراير يبقى الإجابة فبراير. طب لما يجي يقول لي مارس comes after بيجي بعد. مارس بيجي بعد ايه؟ بيجي بعد فبراير برضو يبقى فبراير. يبقى انا لازم اركز مكتوب بعد الشهر ايه؟ comes before ولا comes after؟ لا قال لي comes before يعني بيجي قبل، فهكتب الشهر اللي بعديه. قال لي comes after يبقى هكتب الشهر اللي قبليه. لازم نعرف ان الشهور بنستخدم حرف جر in، فبقول in January in February in March. ايام الاسبوع بتاخد on Sunday on Monday. الوقت بياخد at 7 at 8. يبقى in للشهور، on لايام الاسبوع، at مع الوقت. في عندنا هنا امثله we don't go to school on Friday لا نذهب الى المدرسه يوم الجمعه. ففرايداي يوم خد on.
I go to bed at 9. بروح المدرسة الساعة 9. يبقى الوقت خد 8. سوري I go to bed أنا بذهب إلى السرير at 9 الساعة 9. يبقى الوقت خد 8. Usually we go to Alexandria in July. الشهر خد in. Days of a week. Days of the week. أيام الأسبوع. أيام الأسبوع بتبتدي بالسبت. Saturday السبت. Sunday الأحد. Monday الاثنين. Tuesday التلات. Wednesday الأربع. Thursday خميس. Friday الجمعة. مرة كمان. Saturday السبت. Sunday الأحد. Monday الاثنين. Tuesday التلات. Wednesday الأربع. Thursday الخميس. Friday الجمعة. نحل مع بعض الأمثلة دي. He will arrive 7 o'clock. ساعة. احنا اتفقنا إن الساعة بتاخد 8. يبقى he will arrive at 7 o'clock. December comes after. December بيجي بعد. December بيجي بعد إيه؟ بيجي بعد نوفمبر. يبقى الإجابة نوفمبر. Tuesday comes before. الثلاثاء يأتي قبل. الثلاث بيجي قبل إيه؟ قبل الأربع. يبقى Wednesday. There are months in a year. في كم شهر في السنة؟ يبقى there are 12 months in a year. هناك 12 شهر في السنة. There are 7 days in. هناك 7 أيام. 7 أيام في إيه؟ in a week في الأسبوع. The 5th month of the year. الشهر الخامس في السنة. يبقى هقول يناير، فبراير، مارس، إبريل، مايو. يبقى الإجابة ماي. الشهر الخامس في السنة ماي. عشان كده قلت لازم نحفظ الشهور بالترتيب. ولازم نحفظ الأعداد الترتيبية. 5th month يعني الشهر الخامس. طب لو جه قال لي the 3rd month الشهر الثالث يبقى مارش ده هو مارس. يبقى لازم أحفظ الشهور وأحفظ الأيام وأحفظ الأرقام الترتيبية. عندنا شوية تعريفات. Flight attendant مضيف الطيران is a person who looks after passengers on planes. يعني مضيف الطيران هو الشخص الذي يعتني بالركاب على الطائرة. Ticket clerk موظف حجز التذاكر is a person who sells tickets to passengers. هو الشخص اللي بيبيع تذاكر للركاب. Customs officer ضابط الجمارك أو موظف الجمارك is a person who may check your suitcase. هو الشخص اللي ممكن إنه يفتش أو يفحص الشنط بتاعتك. Tour guide مرشد سياحي is a person who takes tourists to interesting places. هو الشخص الذي يأخذ السياح إلى أماكن مثيرة. Immigration officer ضابط الهجرة is a person who checks your passport. هو الشخص الذي يفحص جواز السفر. لازم عارفين كلمة passport يعني جواز سفر. لما بنيجي نسافر للخارج بنحتاج passport. وبكده أبقى شرحت النقط المهمة. السؤال الأول choose the correct answer. اختر الإجابة الصحيحة. نبتدي في السؤال الثاني. المحادثة. في طريقتين لعمل السؤال في المحادثة. أول طريقة السؤال بالفعل مساعد. السؤال بالفعل مساعد بيبقى معناه هل وبيتجاوب عليه بيس ونو. طب هو ايه الفعل المساعد؟ عندنا أفعال مساعدة am, is, are, was, were, have, has, had, do, does, did, can, could, shall, should, will, would, may. أي كلمة من دول يجوا في أول الجملة يبقى السؤال معناه هل. هيتجاوب عليه بيس ونو وأعكس أول كلمتين. أعيد الأفعال المساعدة تاني am, is, are, was, were,
have, has, had, do, does, did, can, could, shall, should, will, would, may. يبقى أنا لما أشوف أي كلمة من دول في أول الجملة يبقى السؤال معناه هل. فندي أمثلة هنا. are they playing؟ بدأنا السؤال بار يبقى معناه هل. كل اللي هعمله قلت yes they are، حطينا yes وعكسنا أول كلمتين. طب لو قلنا no they aren't، حطينا no وعكسنا أول كلمتين زودنا not عشان ده نفي. طب is he reading؟ yes he is يبقى عكست أول كلمتين. أو no he isn't. are you eating؟ هنا في الإجابة قلنا yes I am. طب ليه؟ you في السؤال بتتقلب I في الإجابة. you في السؤال بتتقلب I في الإجابة. طب I ينفع تاخد R؟ لأ، I بتاخد am، فقلنا yes I am. طب were you sleeping؟ you برضو هتتقلب I ما ينفعش تاخد were، فتاخد was، يبقى yes I was. have you got a car؟ yes I have. أو no I haven't. has he got a car؟ yes he has. أو no he hasn't. يبقى كل اللي بعمله yes أو no وبعكس أول كلمتين، ولو الضمير you بقلبه يبقى I. طب لو جت في الامتحان العكس، جايب لي إجابة المفروض أكون سؤال، مكتوب مثلا yes I have got a car أو yes he has got a car. هنا مثلا قلنا yes he has got a car، أول خطوة بشطب على yes لأن أنا لسه هعمل سؤال وهعكس أول كلمتين. فلما نيجي نعمل كده هنلاقي نفسنا كونا السؤال من جديد. وهكذا بقية الأفعال المساعدة. بعد كده عندنا الاستفهام أو السؤال بأداة الاستفهام. أهم حاجة وأهم خطوة في عمل السؤال هبص على الإجابة اللي عندي وأشوف في الإجابة هو بيجاوب عن إيه. بيجاوب عن إيه؟ لو بيجاوب وفي الإجابة اسم شخص يبقى هو بيسأل عن شخص، يبقى هسأل بهو. لو في وقت يبقى بيسأل عن وقت، يبقى هسأل بوين. يبقى أنا أول خطوة بحدد في الإجابة عن إيه. تاني خطوة بشطب على الإجابة، من الإجابة نفسها بشوف هو بيتكلم عن إيه واشطب عليه وابتدي أسأل واعكس أول كلمتين. طب إزاي يا مستر؟ هو من للسؤال عن الفاعل أو السؤال عن العاقل عامة، يبقى هو للسؤال عن العاقل. when للسؤال عن الوقت. where أين للسؤال عن المكان. which أيهما للاختيار أو التفضيل ما بين حاجتين. what ما أو ماذا للسؤال عن غير العاقل. why لماذا للسؤال عن السبب. whose ملك من للسؤال عن الملكية. how كيف للسؤال عن وسيلة المواصلات. how old كم العمر للسؤال عن العمر. how many كم العدد للسؤال عن العدد. how much كم الثمن للسؤال عن الثمن. how far للسؤال عن بعد المسافة. how long للسؤال عن طول الأشياء أو السؤال عن المدة الزمنية اللي هتقعدها، ودايما بتيجي للسؤال عن المدة الزمنية. how tall للسؤال عن طول الأشخاص. عندنا دلوقتي السؤال الخامس بيكون ميمو أو فورم أو لتر. أول سؤال معانا ميمو هو مذكرة. أهم حاجة أول ما ألاقي في السؤال كلمة ميمو بدون تفكير هكتب from to re date كلمة please زي ما هما كده نفس الترتيب بتاعهم from to re date وكلمة please.
في from المفروض بكتب اسم الراسل، الاسم اللي باعت الجواب، او سوري اسم اللي باعت الميمو، وده دايما بيكون الاسم الاول. طب انا ما بعرفش اطلع الاسم الاول، اللي هيساعدني ان الاسم اللي هجيبه في from بيجي بعد كلمة from او by او you are. طب to اسم مرسل اليه، هنجيب الاسم اللي بعد to الاولى. طب asking او request، بنكتب فيها asking او request ثابتة. date التاريخ، ابص في السؤال في تاريخ بكتبه، مفيش تاريخ بكتب تاريخ اليوم اللي احنا فيه. بعد بليز المفروض اكتب الموضوع. طب هجيب الموضوع منين؟ هلاقيه بعد تو التانية او till او ask او confirm، هشوف انهي فيهم اللي جت الاول وهكتب كل اللي بعديها. بعد ما كتبت الموضوع بكتب في الاخر thank you. طب ناخد مثال write the memo، فشفت كلمة ميمو كتبت from to read a to please، كتبت 5 كلمات خلاص. قلنا في from بنجيب الاسم اللي بعد from او by او you are، فهنا مكتوب by مستر احمد، يبقى احنا في from هنكتب مستر احمد. طب to قلنا بنجيب اللي بعد to الاولى، فبصينا تحت مكتوب to هدى، يبقى هنكتب في to هدى. كتبت فيها asking او request. طب date بصيت في القطعة ما لقيتش تاريخ، رحت كتبت تاريخ اليوم اللي احنا فيه. كده ناقص لنا الموضوع قلنا بعد to التانية او till او ask او confirm. مشينا ادي to الاولى، مشينا تاني لقينا to التانية اهي، هناخد من بعديها لحد اخر السؤال خالص، وهو ده الموضوع وكتبناه هنا اهو، اللي هو to tell all the managers، بدأنا منها لغاية آخر السؤال، ده الموضوع. بعد ما خلصنا الموضوع بنكتب تحت على اليمين thank you. بعد كده عندنا الاستمارة form. الاستمارة أنا وأنا بعمل بطاقة بملى استمارة، وأنا بقدم وأنا في الفندق بملى استمارة، وأنا بسافر بملى استمارة. في الامتحان مش هملى استمارة، في الامتحان هو بيديني بيانات شخص وانا باخد البيانات دي واسقطها في الاسئله اللي هو جايبها لي، فلو حفظنا الكلمات دي هنحلها بكل سهوله. اول كلمه عندي age العمر او السن، هنلاقيه قبل كلمه years old. first name الاسم الاول، اول اسم بس. surname اسم العائله، اخر اسم بس. full name الاسم بالكامل. nationality دايما بيكون Egyptian. address العنوان بعد كلمة live. طب ما لقيتش كلمة live هدور على عنوان موجود في القطعة بيبقى دايما في كلمة street. occupation أو job الوظيفة بعد كلمة is أو work، ودايما بتكون بعد الاسم. date of birth و place of birth تاريخ الميلاد ومحل الميلاد، يعني اتولد امتى وفين، بنلاقيها بعد كلمة born. marital status الحالة الاجتماعية، تيجي حالتين اجتماعيتين، يا اما هنقول سنجل يا اما هنقول married. سنجل اعزب، married متزوج. qualifications المؤهلات، وهنا المقصود المؤهلات الدراسية، هنلاقيها بعد كلمة got. hobbies الهوايات، بنلاقيها بعد كلمة enjoy. فما يجي مثلا يقول لي في الامتحان احمد مصطفى القاضي is 30 years old، احمد مصطفى القاضي is عنده 30 سنة، يبقى كده فيرست نيم الاسم الأول هيكون أحمد، سور نيم هيبقى آخر اسم اللي هو القاضي اللي هو آخر اسم سور نيم. طب السن وإيج هيبقى 30. طب الجنسية هتبقى ايجيبشن، فلازم أحفظ الكلمات دي ومعانيها وهنلاقيها فين. والسؤال بتاع الاستمارة سهل جدا جدا. بعد كده كان عندنا personal letter خطاب الشخصي. خطاب الشخصي أسهل ما يكون،
مفروض فوق على اليمين بنكتب عنوان وتحتيه تاريخ. طب العنوان هجيبه منين؟ بكل بساطة هبص في السؤال نفسه لغاية اما الاقي عنوان موجود فيه كلمة ستريت. ليه؟ انت عندك في البطاقة بيبقى مكتوب مثلا 7 شارع كذا، يبقى العنوان لازم اساسي يبقى فيه كلمة ستريت. تاريخ، في تاريخ في قطعة بكتبه، مفيش بكتب تاريخ اليوم. تحتيهم بكتب على الشمال دير عزيزي، المفروض بكتب بعديه اسم المرسل إليه. طب اسم المرسل إليه هجيبه منين؟ هلاقيه بعد طول أولى. بعد كده مقدمة I am pleased to send this letter to you too. سررت لإرسال هذا الخطاب إليك لكي. المفروض أجيب الموضوع بتاع الليتر نفس الموضوع بتاع ميمو. إزاي؟ هدور على تو التانية أو tell أو ask أو confirm واخد كل اللي بعديه. بعد كده خاتمة Thanks for your time waiting your letter. شكرا على وقتك منتظر خطابك. Yours وامضي. طب همضي باسمي منين؟ هلاقيه بعد from أو by أو you are. في الآخر خالص بكتب best wishes. طب نمشيها عملي. هنا مكتوب to Mr. أحمد القاضي 25 نايل ستريت جيزة، يبقى العنوان كتبت 25 اللي هي 25 نايل ستريت جيزة، ده العنوان فيها ستريت اهي. طب تاريخ، في تاريخ؟ لا مفيش تاريخ، فهنكتب تاريخ النهارده. مثلا النهارده 11/12 يبقى نكتب 11/12/2023. دير عزيزي قلنا هنجيب بعديه الاسم اللي بعد طول اولى، فهنا طول اولى بعديها مكتوب مستر احمد القاضي، يبقى انا هكتب في دير ايه؟ مستر احمد القاضي. طب الموضوع قلنا بنجيب الموضوع بعد التو التانية او تلا واسك، مشينا تو التانية اهي، يبقى to invite him to spend the mid-year vacation with you and Alex. يبقى هاخد من اول تو التانية لغاية اخر السؤال، كتبتهم بقى الموضوع وكتبت الخاتمة. yours المفروض امضي، قلنا الامضة بعد from by you are، فهنا مكتوب you are فتحي، يبقى هنكتب هنا الامضة ايه؟ فتحي. اخر حاجة خالص best wishes يعني مع اطيب التمنيات. بعد كده كان عندنا السؤال الخامس في الامتحان باراجراف. سؤال الباراجراف هنعمل مقدمة It's a fact that this paragraph إنه حقيقة أن هذا الموضوع. بعد كده بنكتب رأس الموضوع. رأس الموضوع ده اللي هو عنوان. العنوان دايما بنلاقيه ما بين قوسين في السؤال نفسه زي كده. Can play a vital role in our life. يمكنه لعب دور مهم في حياتنا، يبقى دي المقدمة. بعد كده بنكتب الموضوع، بعد كده بروح على الخاتمة. Last but not least this paragraph changed my way of thinking. أخيرا وليس بآخر، هذا الموضوع غير طريقتي في التفكير. يبقى أنا عندي مقدمة وفي نصها بنكتب عنوان الموضوع، وعندي خاتمة وفي النص بكتب الموضوع. عندي أهم المواضيع في سنة أولى different jobs الوظائف المختلفة، أو people who work in a company الناس اللي شغالة في الشركة، أو a day in my life يوم من حياتي، أو yourself نفسك. My birthday party حفلة عيد ميلادي. BOS Egypt شركة BOS مصر. ودي أسماء أهم الباراجرافات اللي عندي. آخر حاجة معانا النهاردة الترجمة، وهي السؤال الرابع في الامتحان. The photocopier is making noise and the red light is flashing. يبقى تصدر ماكينة تصوير صوت غريب والضوء الأحمر يومد. He takes a taxi because it's raining heavily. لقد أخذ تاكسي لأن الأمطار غزيرة. He had an interview with the director at 11:30. لديه مقابلة مع المدير الساعة 11:30. How often do buses go from Cairo to أسوان؟ كم مرة تذهب الأتوبيسات من القاهرة إلى أسوان؟ Thank you for your letter of 6th January. شكرا لخطابك عن يوم 6 يناير. Trains leave Cairo to Alex 3 times every hour in the summer. تغادر القطارات القاهرة إلى الإسكندرية 3 مرات كل ساعة في الصيف.
The flight from Cairo to Aswan takes 1 hour and a half. الرحلة الجوية من القاهرة لأسوان تستغرق ساعة ونصف. The company representative said that the goods would arrive soon. قال ممثل الشركة أن البضاعة ستصل قريبا. You must pay the price of goods in advance. يجب أن تدفع ثمن البضاعة مقدما. He is an American and his first language is English. هو أمريكي ولغته الأولى هي الإنجليزية. We wake up at 6 and leave home at 7:05. نستيقظ الساعة السادسة كل يوم ونغادر المنزل الساعة 7:05. You must write date and address on your letter. لابد أن تكتب التاريخ والعنوان في خطابك. Listening to music, diving, and drawing are my favorite hobbies. الاستماع إلى الموسيقى والغطس والرسم هي هواياتي المفضلة. Stationery we need will arrive this evening. ستصل الأدوات المكتبية التي نحتاجها في المساء. My big brother is accountant in a big company. أخي الأكبر يعمل محاسب في شركة كبيرة. I like reading English books. أحب قراءة كتب الإنجليزية. Looking forward to seeing you next Sunday. أتطلع لرؤيتكم يوم الأحد المقبل. She listens to music and writing a letter. هي تستمع إلى الموسيقى وتكتب خطاب. Ali's first language is English and his second language are French and Italian. لغة علي الأولى هي الإنجليزية واللغة الثانية هي الفرنسية والإيطالية. There are 30 days in a month and 4 weeks on it. هناك 30 يوم في شهر وبه 4 أسابيع. I made a list of the stationery I need from the warehouse. وضعت قائمة بالأدوات المكتبية التي نحتاجها من المخزن. The written order is useful as an accurate record which is usually put in a file. الطلبية مكتوبة مفيدة كسجل دقيق والذي عادة يوضع في ملف. He is going to take next Thursday off because it is his wife's birthday. سيأخذ يوم الخميس القادم أجازة لأنه عيد ميلاد زوجته. سالم wants to send 2 documents to a customer by fax. يريد سالم أن يرسل مستندين إلى الزبون بالفاكس. You must get information about the company today. يجب أن تحصل معلومات من الشركة اليوم عن الشركة اليوم. My father's office on the ground floor in a big building. مكتب والدي في الطابق الأرضي في مبنى كبير. I took 25% of the books. أخذت 25% من الكتب. I watched an Indian movie last week. شاهدت فيلم هندي الأسبوع السابق. My desk on the left beside the window. مكتبي على اليسار بجوار النافذة. With my best wishes أحمد مصطفى القاضي. أتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو ده وأتمنى أن ما كنتش نسيت حاجة أو قصرت في حاجة. ولو عندكم أي تعليقات ممكن تكتبوها لي وهعدلها في الفيديوهات الجاية إن شاء الله. وبكرر تاني للأسف مش هقدر إن أنا أعمل في نفس الفيديو الأسئلة المهمة لأن الفيديو هيبقى أكتر من ساعتين ممكن يخش في 3 ساعات فيبقى كبير جدا عليا. فالناس تركز في الكلام اللي أنا شرحته كويس وبإذن الله درجة نهائية. الناس ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب وشير للقناة عشان الناس كلها تستفيد. شكرا.